السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم أمين. موضوعنا النهاردة: إمتى تقرري الاستغناء عن النرجسي وكيف تستغني عن النرجسي؟ زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. امتى بتقرري الاستغناء عن النرجسي؟ لما بتبتدي انك انت تقارني بين تصرفات النرجسي وتصرفات الناس الطبيعية، بين اسلوبه في الكلام وادراكه لبعض المفاهيم معينة، وادراك الناس الطبيعية لنفس المفاهيم دي، فبتحسي انك انت مظلومة اوفر، تحسي انك انت مظلومة بزيادة، تحسي انك انت في ابتزاز عاطفي ليل نهار من خلال النرجسي. يعني النرجسي بيبتزك عاطفيا ليل نهار، ليل نهار انت بتدافع عن نفسك، ليل نهار انت بحسسك دايما بالذنب وتأنيب الضمير بسبب وبدون سبب، بيعمل لك صمت عقابي بسبب وبدون سبب، بيعزلك عن نفسك، تلاقي نفسك انت مش فاهمة نفسك، تلاقي نفسك انت تايهة، انت مش عارفة انت عايزة ايه، حتى مش عارفة ايه اللي يسعدك وايه اللي يحزنك، ايه اللي يفرحك، ايه مش عارفة تحطي خطط، مش عارفة تحطي اهداف لمستقبلك، كل حاجة انت تايهة فيها، انت مش عارفة تقفي على رجلك، ومش عارفة تصدقيه ولا تصدقي نفسك، لانك انت اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انك انت كنت في فترة انت كنت مصدقة فيها النرجسي، في فترة انت كنت بتحبي النرجسي بجد من قلبك، وكنت مصدقاه بجد، وكنت بتحترميه بجد، فالفترة دي هي فترة الدمار اللي قدر انه يزعزع ثقتك بنفسك فيها، ويشككك في تفكيرك، ويخليكي ما تصدقيش مشاعرك، وهي دي الفترة اكتر فترة انت عانيتي اصلا فيها. فبعد فترة التعافي والتشافي، وانت خلاص عرفتي يعني ايه نرجسي، وقريتي في الشخصية النرجسية، وخلاص انت فكيتي تعلقك بيه، خلاص بتبقي عايزة تعيشي حياتك الطبيعية، تبقي عايزة تعيشي الحياة اللي ما فيهاش لوم، اللي ما فيهاش عتاب، اللي ما فيهاش انت ليه بتعملي كده، انت ليه انت عايزة اللي يفهمك دايركت، انت عايزه اللي يفهمك من غير ما تتكلمي، يوفر عليكي حتى الكلام، انت عايزه اللي يحسن الظن بيكي مش اللي يسيء الظن بيكي. فبتبقى الموضوع خلاص في المرحله دي. كمان اللي بيساعدك انك تاخدي القرار صح هو استقلالك المادي عن النرجسي، واهم من الاستقلال المادي، عشان في ستات كتير قوي وضحايا كتير قوي فاكره ان استقلالها المادي هو مربط الفرس انها تاخد قرار الاستغناء عن النرجسي. لا، مش ده مربط الفرس خالص. استغنائك عن النرجسي انك تدركي نفسك بدون النرجسي، انك تعتزي بنفسك، وانك تعطي نفسك قيمتها وانت بعيدة عن النرجسي. انت مش حاسة ان النرجسي بيزيد لك قيمة، او انت مش حاسة ان النرجسي يشكل اضافة ليكي، فاهمه؟ فبالتالي انت بتعتزي بنفسك، وبالتالي انت هنا مع فك التعلق ومع التشافي والتعافي انت بتقدري فعلا انك تستغني فعلا عن النرجسي. تمام؟ كيف تستغني عن النرجسي؟ بتستغني عن النرجسي لما تنسفي مبدأ اسمه مبدأ الاحتياج، سواء الاحتياج ده احتياج مادي، احتياج نفسي، احتياج عاطفي. الله، يعني انا هقعد لوحدي؟ اعتبري نفسك لوحدك، اعتبري نفسك في معزل عن الناس كلها بما فيهم النرجسي. كل ما كنتي لوحدك كل ما بتقللي الصدمات اللي انت بتاخديها من النرجسي، كل ما بتقللي حرقة دمك والانهيار النفسي اللي بتتعرضي ليه كل يوم، اقول لك ايه، خيبة الامل اللي انت بتحسي فيها من تعاملك مع النرجسي، انك انت حاسه ان عمرك بيضيع، حاسه ان مفيش فايده، مفيش فايده، مفيش فايده منه.
فاهمه؟ فكل ما هتعزلي نفسك عن النرجسي، كل انت ما بتحمي نفسك من المشاعر السلبيه دي. وفي نفس الوقت كل ما بتعزلي نفسك عن النرجسي، ده هيديكي فرصه اكتر لتطوير نفسك، وانك انت تركزي مع نفسك، وانك انت تعرفي مهاراتك، تتعرفي على انت تقدري على ايه وما تقدريش على ايه، فبالتالي ترتفع قيمتك امام نفسك. تمام؟ كل ما قيمتك ارتفعت امام نفسك، كل ما قدرتي انك انت تستغني عن مبدأ الاحتياج، سواء من ناحية النرجسي سواء من ناحية الناس عامة. خلاص انت مش محتاجة لحد، خلاص انت عندك اكتفاء ذاتي. تمام؟ فالموضوع كله عبارة عن انك انت تبني صداقات إيجابية قوية، ترجعي علاقتك بأهلك، توطدي علاقتك بأهلك إذا كان أهلك يعني بيدعموكي نفسيا وواقفين جنبك وعارفين انك انت فعلا مظلومة في هذه العلاقة، فوطدي علاقتك بيهم وخليهم سند ليكي. اما اذا كان اهلك مش مصدقينك ومش موطدين علاقتهم هم اصلا بيكي ومش يهمهم اصلا انك انت متعذبه او تعبانه في حياتك او كده، فالافضل انك انت تبني صداقات ايجابيه بدل اهلك، لان اهلك في الوقت ده هيبقوا مصدر للازعاج ليكي، يعني هيتحدوا مع النرجسي ضدك. وده حصل مع ضحايا كتيره قوي قوي قوي، لما قررت انها تعتزل النرجسي وقررت انها تبني نفسها واحده واحده، فهي مش فاهمه ان اهلها ضدها، فلما راحت تستند بيهم محدش وقف جنبها، بالعكس دول قسوا النرجسي كمان عليها، وبقت بتواجه جبهتين في جبهه واحده. تمام؟ طيب ايه اللي بيؤلمك من مبدأ الاحتياج؟ مبدأ الاحتياج اكتر حاجة بتؤلمك فيه هو الخوف. الخوف من المستقبل، الحزن على الماضي. فانصحك انك انت توقفي خوف من المستقبل، لان المستقبل هو اولا المستقبل بايد ربنا، محدش ضامن عمره ومحدش ضامن مستقبله في شيء، ولكن انت بترسمي خطوط عريضة للمستقبل ده من خلال فهمك للي انت عايزة تعمليه، من خلال فهمك انت قادرة تعملي ايه وما تعمليش ايه. فهو دوت اللي بيقلل من التوتر والقلق بخصوص المستقبل. كل ما اشتغلتي اكتر على نفسك، كل ما فتحتي لنفسك مجالات كتيرة، كل باب هتخبطي عليه هتاخدي منه خبرة، حتى لو الباب ده مش هو ده اللي هيوصلك للنتيجة المرجوة اللي انت عايزاها، ولكن كل باب بتخبطي عليه هتاخدي منه خبرة، هتساعدك في حاجة تانية، هتلاقي نفسك واحدة واحدة بتطلعي، واحدة واحدة بتتقدمي، وبالتالي حزنك على الماضي نجاح الحاضر اللي هو بقى ايه، انا كنت لسه منزله لكم اللي هي ما اسعد ان تعيشي حياه الان، المقاله اللي في الكوميونتي. ففعلا ما اسعد ان تعيشي حياه الان، فعلا انك انت تعيشي واقعك انت وليس واقع النرجسي، وليس الواقع السلبي والشخصيه السلبيه اللي بيلقيها عليك النرجسي علشان يعميكي عن مستقبلك ويعميكي عن نفسك. لا، حاولي انك انت الماضي خلاص عدى وفات، والماضي ده كان درس خلاص، والماضي سبب في نجاحك دلوقتي، ونجاحك دلوقتي هو هيبقى ان شاء الله سبب في عدم خوفك من المستقبل. فهو الموضوع كله هي سلسلة مترابطة ببعضها. حاولي انك انت تفهميها صح، وحاولي انك انت تعرفي الدنيا ماشية ازاي، والنرجسي مستحيل 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 يستغنى عنك الا اذا انت اللي قررتي فعلا الاستغناء وخدتي خطوات جادة عن طريق عيلة، عن طريق محاكم. ساعتها فعلا هتستغني فعلا عن النرجسي، او انه هو يحس انك انت كشفاه بالزيادة فمش هيقدر انه يتعايش معاكي. النرجسي بيهرب لما بيحس ان الضحيه بقت مش محترماه، وبقت مكدباه في كل شيء، وعلى طول بتنطحيه، وعلى طول انت مش متقبلاه كزوج، ومش متقبلاه كشخصيه في التعامل قصادك. صدقيني بيهرب، وهو اللي هيسيبك.
فاهمه؟ فموضوع انك انت تسيبي النرجسي او تستغني عن النرجسي ده اسهل حاجه في القصه كلها. الموضوع كله انك انت اللي تقفي على رجلك نفسيا وماديا. تمام. آه طيب. السلبيات اللي النرجسي دايما بيعملها فيكي سببها مش انت خالص، سببها هو اضطرابه النفسي. اضطرابه النفسي اللي بيخليه بيتعامل مع الناس كلها بشكل سلبي. مش انت المقصودة، مش انت اللي تعبانة مع النرجسي، الناس كلها تعبانين مع النرجسي. اللي في الإشارة تعبان مع النرجسي، اللي في الشارع تعبان مع النرجسي، الفراش بتاع مكتب النرجسي تعبان مع النرجسي، زمايل النرجسي تعبانين معاه، المدير بتاع النرجسي تعبان معاه، الدنيا كلها تعبانه مع النرجسي. فمش انت المقصوده ابدا. حاولي تكوني قويه، وحاولي انك انت تكوني جامده، لان الحياه مع النرجسي محتاجه قوه نفسيه عاليه جدا وقدر كبير جدا من الثقه في النفس. فحاولي انك انت تغذي الاتجاهين في نفسك في داخلك حتى تستطيع التعايش مع النرجسي لحد ما تقرري فعلا الاستغناء عنه بشكل فعلي وبشكل واضح على ارض الواقع. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.